أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم حلو الكلام مع منال. الفنان الحقيقي هو اللي بيقدر يقدم كل الأدوار ده فعلا، وأنا عارفة أن الجمهور كمان حافظ الجملة دي من كتر ما بتتردد، لكن الواقع بيقول أحيانا عكس كده. وفي فنانين الحقيقة لما بيتنقلوا من تراجيدي الكوميدي أو العكس ممكن يبان ضعفهم في الأداء أو بيبقوا مميزين في لون عن لون، لكن بقى في فنانين بيصدمونا إنهم بعد مسيرة طويلة في لون معين لما بيروحوا اللون تاني بيكونوا أقوى. وبنقول هو إزاي من زمان ما قدموش اللون ده؟ هقول لكم مثال في الحكاية دي. الكبير محمود المليجي قعد سنين طويلة يعمل أدوار الشرير وزعيم العصابة أو اللي عايز يجوز البنت اللي غصب عنها، وفجأة شفنا محمود المليجي في الأرض وشفناه في أدوار الأب وشفناه في أدوار الطيب والصديق اللي عامل إيه. قلنا إيه العظمة دي؟ إزاي خسرنا محمود المليجي السنين دي كلها؟ نجمنا وضيفنا النهاردة عمل لنا الصدمة دي، بالذات لجيل الشباب اللي طول الوقت فاكرينه بيقدم أدوار كوميدية نتيجة إن أعماله بتتعاد كتير، مثلا زي مسرحية المتزوجون، عصمت البلابيشي، أو رشاد الفوال في مسلسل البشاير وغيرها من الأعمال. لكن عودا حميدا عاد بقوة في السنين الأخيرة في أدوار أغلبها نقول، مش عايزة أقول تراجيدي، أو أدوار إنسانية. كان صادم بطريقة إيجابية لأن أداؤه كان قوي جدا. خلونا نرحب بضيفنا الفنان اللي أنا شخصيا بحبه جدا على المستوى الفني والمستوى الشخصي، الفنان الجميل محمد التاجي. منورني. يا هلا يا هلا يا هلا فيك. والله يا شيخة، ده ايه الكلام الجميل ده؟ ده انا مش واخد بالي من نفسي بقى. ده اكيد. ربنا يخليك. منورني. الله يخليك. والله العظيم انا فرحانه بحضرتك جدا. وانا فرحان بحضرتك جدا. ولما والله بتبعد عن الشاشه شويه بزعل، بقول يا جماعه فين الاستاذ محمد التاجي؟ لانك تيب ليك ادوار كتير وممكن تعملها، وفنان حقيقي وراجل ملتزم. انا اشتغلت معاك ومتربي في المهنه. بمناسبه متربي في المهنه، في ناس كتير ما يعرفوش ان حضرتك حفيد الفنان عبد الوارث عاصر. ايوه. عاصرته. الحاج عبد الوارث ده انا شربته. يعني اشتغلت معاه؟ لا، ما اشتغلتش معاه. خفت طبعا. خفت تماما. يعني ما كان الاستاذ فاضل حتى كان في مسلسل وكان عايزنا احنا، فقلت له لا انا ما اشتغلش قدامه. فخلاص انا يعني سبت انا المسلسل وهو جه اشتغل. لا بتهزر. والله. وبعدين هو بعد قلت له لا مين ده، انا اقف قدامه وامثل؟ لا. انسانيا بقى عبد الوارث عصر الانسان في البيت كان ايه؟ هو ما تغيرش عن انسانيته على الشاشه. او بمعنى اصح يعني زي ما كان بيطلع الى حد ما. وكان حنون جدا على الكل، وكان يعني مثلا مش حنون علينا احنا كاحفاده او كده، حنون على عيال الشارع كلهم. يعني كانوا العيال الشارع كلهم يجروا وراه. جده نزل من البيت، الجيب ده هو كله فلوس والجيب ده كله بونبوني، لما تخلص الفلوس يكمل بالبونبوني. يا حبيبي. ينزل يفرق على العيال طول ما هو ماشي. يا حبيبي رحمه الله عليه. فطبعا يعني ايه، فدي كانت سماته الاصليه. انا كنت مفتخر جدا ان انا حفيده. ده يخلينا نتطرق لحكايه دلوقتي، لان في هجوم شديد على ابناء الفنانين ان فكره انتوا كمان هتورثوا الفن. ايه رايك في القصه دي؟ هو مين ولاد الفنانين اللي ورثوا الفن وما اثبتوش نفسهم؟ هتلاقيهم مشوا. طب خليهم يجربوا. عايزه رايك انا عندي راي في الموضوع، بس انا عايزه راي حضرتك. خليهم يجربوا. هو انا عبد الوارث لما الله يرحمه بقى، جده كبير على كتير قوي ان انا اقول جده دي. لما جينا عشان اشتغل هو قال لي لا، هو كان رافض. ايوه. وبعدين قال لي خلاص انت غاوي فن، روح اعمل. كنت بمثل في المسرح بقى وبتاع. أيوة. في الجامعه، مسرح الجامعه بتاع
فقال لي بص انت غاوي. بعد ما خلصنا كان سايبني في الجامعه اعمل حاجه في المدرسه بتاع كده، لكن لما جيت قلت له انا هحترف قال لي لا انا مش عايزك، يعني خلي يعني امشي في كاريرك بقى. كان مبرره ايه؟ كان مبرره ان احنا هنشوف اللي احنا بنشوفه دلوقتي. ايوه ما ده اللي انا بقوله لبنتي وما اقتنعتش. قلت لها جو اهيد انت براحتك انا ماليش دعوه بيكي. ما هو كان مبرره ان انت هتلاقي صعوبات كتيره جدا. أيوة. فالمهم يعني فقلت له لا انا غاوي وبتاع. قال لي خلاص تروح حسك عينك يكلموني يقولوا لي ابن بنتك جالنا وقال لنا انا حفيد فلان وشغلوني واعملوني وبتاع. تخيلي ان انا كنت عشت طول من لحد ما الحاج عبد الوارث توفى مثلا ب5 6 سنين وانا مرعوب ان انا اقول ان انا حفيد عبد الوارث عصر. احنا ما عرفناش المعلومه دي الا متاخر جدا جدا. في الوسط ايوه الفن. انا ما بقتش اقولها غير من بعد مسلسل البشاير. ايوه يعني شوف كان توفى بقى، هو توفى 82، انا في مسلسل بشاير كان 86 اتعرض. فما نجح النجاح الجامد قوي دهوت، ونزلت تاني يوم الصبح لقيت نفسي الناس بتشاور عليا تقول يا سعيد يا سعيد يا سعيد. فخلاص بقى انا مش محتاج ان انا اتسند على عبد الوارث، لكن انا محتاج ان انا افتخر ان انا حفيده. مظبوط. واخده بالك؟ مش ان انا عايز فن منه يعني، او ان انا هو واسطه ليا ان انا اخش. النقله حصلت لك ازاي يا استاذ محمد من دور زي البشاير والمتزوجون والادوار اللي الناس كلها شافتك انك بتعمل كاركتر بيضفي ضحكه؟ بيضفي ضحكه. انا مش كوميديان. ما انا عشان كده قصدت اقول دي مش فرسير مش يعني. فرسير، بس كنا نشوفك نبقى فرحانين عارفين ان احنا نبتسم. النقله انك تعمل ادوار جاده، مين اللي شاف ده في حضرتك وقدمك فيه؟ لان انت عارف احنا بننمط مع الاسف الشديد. ايوه ما احنا بننمط، قعدت منمط لفترات طويله، بس في نصيحه جاتني من الله يرحمه اللي هو ايه، اللي كان سبورت حقيقي ليا بقى، اللي هو كان المفروض يبقى عبد الوارث عصر، اللي هو الله يرحمه نور الشريف. الله يرحمه حبيبي. هو بنفسه قال لي انت لما تكبر هتبقى ادوارك احلى واعمق ومعقده عن اللي انت بتلعبه دلوقتي. بس حضرتك ما شاء الله بتثبت نفسك في كل دور، وبالتالي بيودوك وبيجيبوك. السنه دي حضرتك عملت دورين. انا شفت لعبه نيوتن. ما شفتش ملوك الجدعنه قوي، بس قريت او سمعت ان حضرتك كنت عامل دور مختلف فيه. ابين مظبوط. نيوتن كنت عامل دور حلو قوي، انساني جدا، وانا قلت الله ده حما لطيف قوي، يعني راجل حبوب قوي، متفاهم جدا، بس شديد. والمسلسل ده انا من احلى المسلسلات اللي شفتها في ال10 سنين اللي فاتوا الحقيقه. ده حقيقي. فبحيي حضرتك وكل القائمين عليه، ونفر الحقيقه. والتحيه الاولانيه والاخيره لتامر محسن. طبعا، لانه كمشرف على السيناريو وكمخرج، لا طلع مننا حاجات مش مننا بس. انا كنت بعمل دماغ، انا كنت يعني بستنى. ايوه كان في حاجه ادمان كده. بجد، لانه كان من المسلسلات القليله انك لازم مع نيوتن. ولو عندي ميعاد دكتور او وفاتني لازم اشوف ميعاده اللي بعده ايه عشان اشوفه. بالزبط. ما فوتش الشوط. منى زكي عظيمه، حضرتك فراج يجنن، تايسون مش عايزه، استاذ سيد رجب، وكل الكاست، كل الناس كانوا. خلي بالك انا ما شفتش المسلسل يعني، شفت 4-5 حلقات. لا بجيبه على اللي هي المنصات دي. لا انا بدعوك تشوف نيوتن، لان انا طبعا فضلنا نصور في ملوك الجدعنه لا 29 رمضان لا يعني اواخر رمضان. بمناسبه نيوتن، هل في مشهد كان في ليك مشهد انت كنت حابب قوي وما اتحطش في المسلسل؟ ده بيحصل لنا كتير. لا يعني هو حكيته والله، يعني هي وجهه نظر تامر محسن. اكيد شالت شطات من المسلسل. انا كنت حابب ان هي تستنى. كلنا بيبقوا زي اولادنا مش عايزين لا وبعدين لا، عشان احنا كمان اتكلمنا في الشطات دي كتير انا وهو. يعني هو خدني عمل بيا اجتماع قبل ما نصور المشهد، وشرح لي عايز يمشي ترتيب المشهد ازاي، وعايز يوصل بيا لحد فين، وادي له كونكلوجن معين يقفل بيه المشهد. فقلت له طيب. ففعلا عملت الحدوته دي، وصلت للاخر. هو شال الكونكلوجن اللي هو كان عايزه. هو منتجيا بقى في المونتاج المخرج بيبقى له رؤيه تانية. لكن انت جواكي بقى بيصعب عليك. ايوه، ما هو انت مثلا لما يجي مثلا كان في مشهد بيني وبين تايسون
اللي هو محمد ممدوح يا جماعه، تايسون محمد ممدوح الممثل الجميل. اشرحي عشان لا معلش مدارس اجنبيه. فمحمد ممدوح اللي هو بخش بصحيه من النوم وبتخانق معاه وبضرقه وبزعق له، وانت قوم كلمني راجل لراجل، انت مش فاهم ايه وعملت ايه في مراتك. ايوه شفته ده. واخده بالك؟ هل تفتكري ان انا بمثل من هنا؟ لا طبعا من هنا. والمصحف الشريف انا جسمي كله بيبقى بيتنفض. ببقى فعلا يعني انت بتستهلكي جهازك العصبي. طبعا في مشهد تراجيدي انت بتستهلكي جهازك العصبي. طبعا. فاي مشهد انت بتعمليه في انفعال كبير، لا انت بتسحبي من رصيدك في الحياه. دي حقيقه. عشان تقدمي مشهد زي ده. الناس مستسهله فكره ده تمثيل يا جماعه. لا ما عشان احنا بقينا الناس بقت ناصحه زياده عن اللزوم عننا. ان ما كنتيش انت تخش جواه وتخليه عامل كده وبتاع ويستناكي، ما كنتيش تخليه يعيط معاكي. انا في لعبه في اسمه ايه التاني، جدعنه، ملوك الجدعنه. في ملوك الجدعنه بقول لك في مره واحد كتب لي قال لي انا تحديت اهلي كلهم في كل مشهد ليك في بتاع قاعدين بيعيطوا معاك بيعملوا، قال انا تحديتهم وما كنتش برضه اعيط لحد في اخر مشهد ليك لما بتجيلها في الحلم بعد ما بتموت وبتقول لها حقك هيرجع لك يا بنتي. قال لي الجمله دي ما انا ما قلتش غيرها في المشهد. قال لي الجمله دي قطعتني. هو حصل عنده تراكم مع الشخصيه، فجت الجمله دي خلصت على الموضوع. الجمهور بقى ناصح عننا. ايوه. فانت ما تستسهليش ان انت تروحي تمثلي من هنا. لا بيبقى فيك ومش بتعلم مع الناس طول عمر الحكايه. بمناسبه ملوك الجدعنه، يا عيني انت راجع مصر بقى وخلصت تقريبا او عندك راجع وهترجع تاني، وفجاه في المطار لقينا كورونا. إيه بقى يوم 30 إيه؟ يناير. عملت ايه بقى انا طالع من هنا نيجاتيف. ايوه. راكب على الطياره معايا غادة عبد الرازق، كانوا بتعمل لحم غزال. انا كنت ضيف معاهم في لحم غزال برضه. وجوزها وعمرو سعد وعمرو عبد الجليل وعيال عمرو سعد ومراته وبتاع، كلنا قاعدين جنب بعض ومفيش حاجه. نزلنا المطار، هم هناك في بيروت بيعملوا مسحه تاني الفوريه دي. فوريه في المطار، فعملوا لي المسحه، عملوا لنا كلنا. وروحت انا تاني يوم الصبح قمت انا جايب عارفه الكولونيا المصري اللي من غير اعلان دي. ايوه اللي ده جايبها عشان اغسل ايدي بيها طول ما انا قاعد. ايوه الكل بتاع اللترات الكبيره دي. بس فانا بعمل كده ما شمتش. فقلت لا انا بهزر. انا بهزر، دي حصلت لي. انا بهزر بس. فالمهم كنت هفطر، فالمهم ابتديت اكل ماليش نفس حاجه. المهم ايه، لقيت المنتج الفني بيكلمني بيقول لي في تحت عايزينك، عشان كانوا بيعمل يعني صادق صباح كان كل اسبوع يبعت لنا يعمل لنا كل الاوتيل كله ينزل يتعمل له مسحه. فتحت عايزينك، فنزلت عملت مسحه وطلعت. بس انا ايه شاكك، ما فيش هي ساعتين زمن كلمني قال لي المطار كلمنا وقال لنا انت بتتحجر في الاوضه. انت عندك كورونا. بس فقعدت بقى استسلمت الامر لله. وبعدها ب3 ساعات كلمني قال لي النتيجه الثانيه طلعت، انت عندك كورونا. انت كده دربكت لهم الجدول خالص. طبعا قعدت 15 يوم. ومن سوء حظي ان انا كان نفسي اشتغل، كان في مشاهد بيني وبين الله يرحمه يوسف شعبان يا حبيبي. الله يرحمه. ففي الفتره اللي جه يوسف شعبان فيها اشتغل اللي انا كنت فيها في الكورونا، فمشاهدك اتشالت. هو صور مشاهد من غيري. ايوه انا اللي مشاهده هو اتشالت معايا بعد ما رجعت لانه كان توفى. ايوه فالمشاهد اللي كنت بقيت انا وهو فيها وبيحصل حوار، بقيت انا اقول حواري وحواره. في بتاع لو احنا حتى لما جه مشهد احنا انا وهو بقى بنتكلم مع بعض، مش بنكلم حد قصادنا. فجابوا لي حد يعني امورس. لا جابوا لي لا كان هو خلاص هو اتشال من المشاهد. يعني خلوا الحوار مع مثلا ولد كان صبي مكلوع. ايوه على حوار شخصيه ثانيه يعني. جابوا شخصيات ثانيه حتى شلنا من الحوار كلام. قلت لهم يعني انا لما اقول اشتغل مع عم حكم
اقول الكلام ده، لكن مع صبي الهواجي مش هتطرق طبعا. فشلنا اجزاء من الحوار في المشهد ده. فده الحاجه الوحيده اللي زعلتني، لان انا ما اشتغلتش مع يوسف الله يرحمه من سنه مثلا 86 87. يا حبيبي. عملنا مسلسل اسمه الجوارح، متاخد عن اخر الرجال المحترمين. عملناه للتلفزيون. فاكراه كان صفاء بالسعود. ايوه طبعا. وكان يوسف. لا انا مشاهده كويسه جدا. انا أيوة. حقنه في المشاهده. ده قلما ان حد يعرف، كنت انا الوحيد من الفيلم اللي اتعمل المسلسل. مدام صفاء كانت عامله دور نور الشريف في الفيلم. كانت عملوه مدرسه. أيوة. مش مدرس بالظبط. بس يا عيني. وانت كانوا بيتعاملوا معاك ازاي في الكورونا بقى؟ عشان كنت مش ولا حاجه، بيرموا لي زي البوبي الاكل على باب الاوضه ويمشوا بكتيره. اولا ما فيش ملايات اتغيرت في الاوضه، ما فيش بتاع 15 يوم بكتيره. اقول لهم طب عايز فوط، يحطوا لي فوط على باب الاوضه وياخدوا الحاجه من على باب الاوضه ويمشوا حاجات كده ويتعقموا والدنيا تتعقم بس. لا هو دور صعب جدا يا جماعه. تاني باكد من خلال الاستاذ محمد، وانا جالي كورونا في رمضان. لا عذاب. ارجوكم حافظوا على نفسكم. والله انا فعلا كتبت وصيتي. انا ما كنتش خايفه، بس اللي هو ايه ده في كذا وفي كذا وفي كذا. طب لو جرى لي حاجه اللي هيعملوا ايه؟ أي. فبقيت كل شويه ابعت واتساب لعادل اقول له كذا كذا في كذا، يقول لي يابا. وكان يا حبيبي يجي يقف لي عند اوضتي في بلكونه رابطه البيت كله ببعضه. فكان يجي لي عند البلكونه بعيد، اقول له ابعد بعيد، يقول لي انا في البلكونه طمنيني. اقول له انا زي الفل وانا بموت، بس أيوة مش عايزه اخوفه. كل يوم يتصلوا بيا فايه ابتدي استجمع يعني شجاعت قوتي وبتاع، وابين لهم ان انا بضحك والدنيا. بس انا طبعا يعني دور صعب جدا. بس الحمد لله عبدا حميدا. الحمد لله رب العالمين. عايزه اناقش قضيه الكل بيطرحها دلوقتي. بما اننا بنتطرق لملوك الجدعنه، انا بعتذر والله ما شفتوش لان المسلسلات كانت كتير قوي. لا طبعا. لكن الكل تطرق انه كان في بلطجه وضرب وعنف ايه رايك فيما يقدم من خلال الاعمال الدراميه، بغض النظر انا كنت شغال في المسلسل، لان لو جالي هشتغل غصب عني لان ده شغلي واكل عيشي ومش ده الشارع المصري. وتعالى نتفق اتفاق ان للاسف الشديد هي ميزه وعيب. احنا بنؤثر، مصر بالذات والعمليات الدراميه المصريه بتؤثر في وجدان الوطن العربي ككل، فبالتالي أيوة الباعه بتتباع على ان ده المجتمع المصري. لا بس احنا الموضوع ما كانش ما فيهوش، ما كانش فيه شكل البلطجه اللي الناس خدته فيه، لان هي شافت اول مشهدين 3 فجم لا انا بغض النظر عن المسلسل ده في حد ذاته اني انا ما شفتوش، رامينه على تاريخ قديم لاعمال فيها بلطجه كتير. بالظبط. انا بتكلم على الفكره بشكل عام واخده بالك. لكن المسلسل ابتدى عندنا في اللي هي استعراض، في مش عارف ايه، في استعراض البلطجه ده، العيال بتغني وبترقص وبتاع بشكل فولكلوري قوي معمول. في مشهد واحد اللي هو فيه حصل ضرب وخبط ورقع لما دخلت. المسلسل اسمه كان في الاول عش الضبابير، وانا كنت شايف ان الاسم العش الضبابير موحي قوي للمسلسل اكتر من ملوك الجدعنه. هم حبوا يبقى الاسم شعبي قوي، ايوه، يبقى ترند مع الناس. بالمناسبه انا مش بهاجم ملوك الجدعنه، انا بطرح قضيه الناس كتير دلوقتي مصارعه على السوشيال ميديا. وبمناسبه السوشيال ميديا، حضرتك هل حسيت ان السوشيال ميديا رجعت لك حقك شويه بعد شويه ظلم؟ لانك ما شاء الله انت متفاعل عليها جدا والشباب متابعينك وكده. ما هو السوشيال ميديا، انا فوجئت ان عم سيد حرفوش دوت والاستاذ ابراهيم عملوا معاهم حاله من حالات ال عايزين من ده. بصي انا للامانه انا حسيت بفخر. ايوه، حسيت زي ما انت قلتي حقي، لان انا حسيت ان انا حقي مهضوم في حاجات كتيره. انا ما بصرحش، انا ما بقولش بقى وبقعد اشتكي واعمل، لا انا حقي مهضوم. فالناس هي اللي ادتني الحق ده، رجعت لك جزء من حقك، رجعت لي، ادتني جايزه عن اللي انا عملته. مظبوط، لان انا كنت صادق معاهم. فده اللي رجع لي، ده الفيدباك اللي رجع لي، سعيد بيه، لان بيناطح من هم يحاولوا انه يكسروا فيكي.
يعني ده جزء من حقك، حضرتك تستحق اكتر من كده بكتير جدا جدا. لا لا لا، ربنا يديك الصحه طول العمر. الخبره يا استاذ محمد، وللاسف الشديد ان البعض مش فاهم ده، الخبره دي تساوي فلوس كتير قوي قوي قوي، لان دي بس انا خايف بقى بمناسبه الفلوس دي ان انا ممكن اقعد سنتين في بيتي. لا مش هتقعد ان شاء الله. لا لا لا، انت مش اول ما اول ما اتكلمت قلتي محمود المليجي. لا ربنا يديك الصحه. لا انت عارفه محمود المليجي عملوا فيه ايه بعد فيلم الارض؟ 4 سنين. ايوه انا عارفه، والناس كلها عارفه التاريخ. بس لا انا كل ما بينجح لي عمل بتخاف، بقعد لي سنه 2 في بيتنا. كلنا كده. يقول لك هتعمل ايه بعد ده، او خصوصا لا هيقول لك هيبتدي يقول لك اعلي اجري، طب مش عارف ايه، طب شوفوا هم عايزينك هو كده في البتاع ده. لان هم هقول لك حاجه. انا مره واحد صحفي بيكلمني بيقول لي دورك حلو قوي في المسلسل الفلاني، قلت له طب ما تكتب ده. قال لي لا هيزعلوا مني. بس للأسف الشديد الحوار لو قعدنا لبعد بكرة هنقول حاجات كتيرة ومهمة، ولكن ده حال المهنة مع الأسف الشديد اللي ناس كتير ما تعرفهاش وما تعرفش معاناة الفنان الحقيقي. احنا شغلانتنا مش سهلة جدا خالص خالص خالص، شغلانتنا من أصعب الشغلانات، ودايما بفكر الناس إنها من تاني أصعب شغلانة في العالم على المستوى النفسي والعصبي والجسدي بعد عمال المناجم. أستاذ محمد التاجي الفنان الكبير، أنا بشكر حضرتك على تواجدك معانا. أنا بشكرك على الدعوة دي والله. ربنا يخلي حضرتك، ومبسوطة فخورة إن أنا كان ليا الشرف إن أتقابل مع حضرتك، ويا رب نشوفه دايما في أدوار مميزة. للأسف وقتنا خلص، هنضطر نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم فقراتنا، خليكم معانا.